لو انت عندك نية انك تدخل جامعة خاصة فالفيديو ده حرفيا اهم فيديو لازم تشوفه قبل النتيجة عشان تتقبل في اي جامعة خاصة ان شاء الله. حتى لو انت جايب الحد الادنى للمجموع تقدر تدخل الجامعة اللي انت عايزها ان شاء الله. بس اول حاجة انت عندك جامعات اهلية وعندك جامعات خاصة. الجامعات الاهلية دي بتكون زي الجامعات الخاصة ولكن بتكون تبع الحكومة، والجامعات الخاصة دي بتكون مختلفة عن الجامعات الأهلية، والاتنين بيكونوا بفلوس، ولكن الجامعات الخاصة بتكون أغلى حاجة بسيطة. طب هل أنت تختار جامعة خاصة ولا جامعة أهلية؟ صراحة أنا دي حاجة ما أقدرش أقولك عليها، ولكن اللي أعرفه إن الجامعات الخاصة بيكون تعليمها نضيف. انا كنت جايب 74.3% وما كنتش هلحق صيدله، لان صيدله كان ساعتها قبل ما النتيجه الاساسيه تظهر والتنسيق يظهر كانت واخده من 74 في الجامعات الخاصه، ده بناء عن توقعاتهم. كانت واخده من 74، انا كنت جايب 74.3. قدمت ساعتها في 3 جامعات: جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعه 6 اكتوبر. ولما كنت متوقع كله قال لي ان انت ولا تتقبل في الجامعه دي ولا في الجامعه دي، لان انا معدي الحد الادنى ب 3 من 10، وهو هناك في تنسيق داخلي. فساعتها كنت رايح لجامعه الاهرام الكنديه لان هي قبول مباشر، يعني لو انا جايب 74.1 اتقبل في الجامعه على طول. طب انا ايه اللي حصل بقى؟ انا اتقبلت في جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعه 6 اكتوبر اللي هم بياخدوا حرفيا اعلى تنسيق داخلي، يعني ممكن صيدله توصل فيه ل 80%. طب انا كنت جايب 74.3. ازاي اتقبلت في الجامعات؟ انا هقول لك دلوقتي. بص، اول حاجه بيبقى فيه رسوم للتقديم في الجامعه. بص، انا كنت مجهز نفسي وعارف التقديم ازاي وعارف ازاي ادفع وعارف كل حاجه حرفيا. فاول ما النتيجه بتاعتي ظهرت رحت على طول، ده السر اللي هيخليك تقبل في اي حاجه. اول ما النتيجه بتاعتي ظهرت وعرفت ان انا جايب 74.3، دخلت على طول حطيت كل حاجه، دفعت، حطيت الابلكيشن، عملت كل حاجه حرفيا في اول ساعه. ساعتها ما استنيتش ان النتيجه الاساسيه تنزل، وعلى طول خدت درجتي دي ودخلت رفعتها في موقع الجامعه وحطيت رغباتي واستنيت بقى وسبتها على ربنا. عملت كده في 6 اكتوبر وعملت كده في جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. بعدها بيومين بالظبط لما فقدت الامل ان انا خلاص اتقبل في الجامعتين دول، ما كانش قدامي حل غير جامعه الاهرام الكنديه. وانا في طريقي بقى لجامعه الاهرام الكنديه فتحت الايميل كده بالصدفه، لقيت ان انا كان جاي لي رساله من يوم، وكان يعني انت عندك بعد رساله القبول لازم عندك يومين بس ان انت تروح تقدم فيهم الورق وتدفع فيهم. فلقيت على طول جاي لي رساله ان انا اتقبلت في جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. ساعتها وانا في طريقي لجامعه الاهرام الكنديه حولت الطريق ورحت جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا على طول، ورحت دفعت وخلصت. طب هل كان في تنسيق داخلي؟ ما كانش في تنسيق داخلي. ليه؟ لان انت موضوع التنسيق الداخلي دي الناس فاهمها غلط. التنسيق الداخلي ده لما مثلا يكون العدد كتير وناقص عدد قليل، فساعتها بيعملوا ايه؟ ساعتها بيبداوا يفرزوا يشوفوا مين جايب اعلى وياخدوه. فانت عشان تطلع بره الزون دي، انت اول يوم او تاني يوم بالكتير جدا لازم تدفع الفلوس ولازم تسجل وتعمل رغباتك في الكليه اللي انت عايز تدخلها. وبعدها بيومين بالظبط جالي قبول برضه في جامعه 6 اكتوبر. يعني انا كان كده قدامي الحل ان انا اختار يا اما جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا يا اما جامعه 6 اكتوبر يا اما جامعه الاهرام الكنديه اللي القبول فيها مباشر، ولكن انا اخترت الجامعه اللي انا فيها دلوقتي واللي هي جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. انا اللي انا اعرفه ان النتيجه ممكن تظهر النهارده ولا بكره، فانا مش عارف الفيديو ده هينزل لكم امتى، ولكن اللي عايزك تعرفه ان انت لو حاطط في دماغك تقدم في جامعه خاصه يكون معاك فيزا عليها تمن الدفع اللي انا مش عارفه دلوقتي حرفيا كام. انت بقى خش على موقع الجامعه واعرف المصاريف كام بتاعه التقديم، بتاعه انك تملي الابلكيشن بتاع الكليه اللي انت عايز تدخلها، وتجهز ورقك وتجهز كل حاجتك. انت لما بتتقبل انا صراحه مش فاكر الورق، بعمل لكم فيديو بقى عن الورق ده بعد ما بتتقبل، ولكن انت بتروح الجامعه تقدم كل الورق اللي هي صور وشهاده الميلاد والبطاقه وكده وكل حاجه، وهيبقى في ورقه بس معاك هي اللي ناقصه. ايه هي؟ ورقه شهاده الثانويه العامه. هتستنى يومين ثلاثه هتلاقي ورق شهاده الثانويه العامه بدا ينزل من المدرسه، هتروح تاخده من المدرسه وتروح تديه للجامعه، وبتبقى ماضي اقراري انت لازم تجيب الورقه دي خلال مثلا اسبوع بالكتير، لازم تجيبها خلال الاسبوع ده. وخلي بالك انت لازم تقدم على طول، لو انت عايز تخرج من الزوم بتاعه التنسيق الداخلي لازم تقدم على طول. يعني انا كان في حد كان عايزني اقدم له قبل كده، كان معايا في نفس الدفعه، كان هو جايب 80% وانا كنت جايب 74.3 وبعد كده بقى 75 لما خدت درجات الفيزياء، ولكن انا اتقبلت وهو ما اتقبلش. ليه؟ عشان كنت مقدم بدري، فالاولويه الاول للي مقدم بدري، بعد كده الاولويه للي جايب اكتر.